السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يمسيكم بالخير. بعطيكم قصة. أنا الأسبوع هذا وعدتكم أني بعوضكم عن الأسبوعين اللي راحت والغياب اللي حصل الفترة الماضية، ولا زلت عند وعدي. هذا واحد الله يعطيكم العافية كان ماشي من المملكة رايح للعراق، وأثناء ما كان مسافر طبعا جمع له 50 ريال فرنسي وراح على انه بيتاجر في العراق وبيترزق الله فيها. معلش يا سعود، هذا يعني قبل كم؟ هذا قبل حدود 50 سنة او اكثر من الشيء هذا. ريال فرنسي. ايه تمام واصل قبل انت لخبطتني انت. المهم مالكم في الطويلة، الرجال وصل للعراق، ويوم وصل هناك راح له مسجد ورقد فيه وحط بقشته. الرجال بعد ما اخذ له يمكن شهر مدري شهرين وهو في الطريق، وصل تعبان ودايخ منهلك، ما عاد يبغى الا ينسدح ويرقد. حط بقشته الرجال وانسدح. وصل الرجال العراق، ويوم جاء في المسجد حط البقشه حقته وانسدح، وكان حاط فلوسه، لابس له كمر وحاطه في بطنه من تحت الثياب. انسدح الرجال ورقد وكانه من صيد البارح. خذ له يمكن حدود 20 ساعة ولا حوله وراقد. يوم قام يتفقد دراهمه، الا والله ما منها شيء، انسرقت منه وهو نايم ولا حس فيها. طلع من المسجد ولقى له قافلة كانت بتمشي، قدها حركت القافلة، ولكن فيه بنت تقوم ذلولها تبي تمشي، تفك عقالها تبي تمشي، وينصاها قال: يا بنت الأجواد تكفين، أنا حصل لي مشكلة والحين بالفزعة منك. وقام يستجديها بالكلام الزين. قالت: ابشر، وش اللي تبيه؟ قال: بيك. علمها بموضوع، قال: أنا حصل معي كذا وكذا وكذا وابي منك الفزعة. حطت يدها في الخرج اللي على ذلولها وطلعت لها صرة ورمتها عليه ومشت. يوم فتحها الا فيها 50 أو 60 ريال فرنسي. خذها الرجال وقعد 2 يشتغل في العراق، والله رزق. بعد ما قعد 2 في العراق وهو شغال، واسترزق الرجال ويقوم يعود لها في ديرته. يوم رجع لديرته ويدور عن اسم المرأة يوم نشدها قال: شو اسمك؟ عطته اسمها رباعي، قالت: فلانة بنت فلان بن فلان الشمري. وقام يبحث بالاسم هذا، ما حصل لها خبر. راحت الأيام وراحت السنين، لين عدت حوالي 50 سنة. الرجال عرس وجاه عيال، وقام يوصيهم ويعلمهم بالسالفة هذه، انه ابحثوا عن المرأة ذي علشان نرد لها دراهمها اللي انا اخذتها منها. بعد فترة طويلة ماتت زوجته، والرجال كبر في عمره وقام تجيه بعض الأمراض. ولده كان شغال في الحرس الوطني في الرياض. قال: يا ابو، ايش رايك تجيني في الحرس في الرياض، اوديك المستشفى ونعالجك ومن قريب ونشوف اذا فيك شيء ازين لك. قال: خلاص توكل على الله. راح عند ولده وجلس له فترة، وكانت بنت ولده تقهويه دائما تجلس. قامت زوجة ولده كل ما جلس قالت: يا عم، ايش رايك بنزوجك؟ خلنا ندور لك عروس، دور لك واحدة من سنك ولا حولها علشان تقوم فيك وتقهويك وتقعد تسولف معك وتقضي معها الوقت. الرجال كل ما اخذ قال لها: انت عندك عروس، يعني عندك حتى بنت تزوجني اياها؟ قالت: ايه، فيه واحدة من جيراننا رابع بيت ولا 5 بيت، عجوز وزوجها متوفي ويمكنها تاخذك. قال: من هي وش اسمها؟ عطتها اسمها، قالت: فلانة الشمري. يوم قالت فلانة ويفز قلب الرجال. قال: فلانة وش اسمها كامل؟ قالت: مدري، لكن اسمها فلانة. قال: تدرين، قومي خلينا نروح لهذا الحين. قالت: مسرع وافقت. قال: انا ما وافقت، لكن خلينا نروح له ونسولف معها انا وياك. راح الرجال ودق عليهم الباب، افتحوا له، قالوا: ادعوا لنا فلانة. جت المرأة لبست برقعها وقعدت عنده، ويلا حيه وكيف الحال طاب الحال. قام ينشدها، يقول يوم جلس مع العجوز يقوم ينشدها، قال لها: انت قد رحتي العراق؟ قالت: ليش؟ قال: علميني وبعلمك. قالت: والله اذكر وانا صغيرة ذيك السنة رحت مع اهلي في نقضي لنا لزوم ومقاضي من العراق، لكن ليش تنشد؟ قال: طيب ما تذكرين شيء من الأحداث؟ قالت: لا والله ما أذكر شيء. قام يسألها، قال لها: فيه واحد مرة جاك وخذ منك فلوس ولا شيء؟ قالت: إيه، ذيك السنة صادق جاني واحد وأعطيته أعطيته صرة، والله ما أدري كم فيها. قال: فيها 50 ريال أو 60 ريال فرنسي. قالت: بالله إنك صدقت. قال الرجال اللي ذاك اليوم: ترينا هنا. قالت: لا إله إلا الله، مثل الدنيا صدق صغيرة وتجمع الحي بالحي. قال: بالله الحين جزاك برده لك إن شاء الله. وراح واتصل على ولده، قال: يا ولد، أنت تذكر 600 ألف اللي أنا حاطها في البنك؟ قال: قال: حولها لي ذا الحين. قام ولده وحول له 600 ألف ويأخذها. طبعا هو يسولف
حول له ولده الدراهم وخذاها وراح هو يا مرة ولده للعجوز وعطاها إياها، قال لها حطها في كيسه وحذفها عليها. قال هذه يا فلانة ترينها اللي الفلوس اللي أنت أعطيتني هذيك السنة خذتها ورزقني الله وقمت أنميها لين وصلت المبلغ هذا، وأنا قدني معلم عيالي من سنين وموصيهم أن الدراهم ذي أنهم يبحثون عنك لين يحصلونك يعطونك إياها. قالت يا ابن الحلال خلها يمكنك في عازتها. قال والله ماني في عازتها، وانها من يوم ما تنمت لين وقفت على 600 وهي لك. قلت لعيالي يا تحصلون المرأة وتعطونها إياها، يا أنكم إذا ما لقيتوها وعجزتوا منها تبنون لها مسجد تسوون لها أعمال خير فيها. أثر المرأة كانت في حاجة وكانت حالتها الله اللي يعلم فيها. خذت المرأة 600,000 وطلعت منها 50,000 وحذفتها على زوجة ولده، لأنها هي اللي جابته وهي اللي جمعت فيما بينهم. خذت العجوز الدراهم وبنت لها بيت منها وزوجت منها عيالها. والعبرة من القصة هذه الأولين يقولون سوي المعروف وارمه وراك، والأصل أنه ما هو برمه وراك إلا أرمه قدامك وانت تمشي بتحصله. مهما راحت الأيام مهما راحت السنين، معروف كل اللي سويته تلقاه قدامك، مثل ما حصل مع صاحبنا هذا والبنية اللي أعطتها 50 ريال أو 60 ريال في العراق. سوته معروف واحتسبت فيه الأجر عند رب العالمين، والله نمالها الدراهم اللي أعطته إياه ورجعت لها بعد 50 ولا 60 سنة ب600,000 ريال سعودي. سووا المعروف ولا تحسبون حساب انكم تبونه، لا قطوه قدامكم وبتحصلونه في مقبل الأيام، في الوقت اللي أنتم تحتاجونه فيه بتلقون معروفكم هذا قدامكم بإذن الله. الله يوفقنا وإياكم لكل خير. الصوت ما هو